ازيك يا دكتور؟ أهلًا يا قمر. ايه اكتر نصيحة تقدميها للناس اللي عايشة على السناك طول الوقت وما بتاخدش وجبة كاملة متكاملة؟ زي ما قُلت لِك قبل كده إنه السناكس كتيرة ما فيش قيمة غذائية أولًا بتخش، ليه؟ لإن أنت ما بتقعدش على وجبة متكاملة تاخد كل العناصر الغذائية بتاعتك، زائد إن أنت طول الوقت عندك شراهة، بعد فترة هتلاقي نفسك إن أنت عندك شراهة طول الوقت، ما بتحسش إحساس الشبع، وطبعًا ده ضد قواعد الدايت أو ضد قواعد اللايف ستايل الصحي والسليم. يعني إيه؟ يعني لازم تقعد على وجبتين أو 3 يكونوا بالنسبة لك مشبعين وتاخد فيهم كل العناصر الغذائية بتاعتك، وبلاش طول الوقت تاخد سناكس، منها ان انت هتعلي الانسولين بتاعك وهتبقى عرضه لمرض السكر بعد كده. هتاخد اكتر من احتياجك اليومي، ده كده كده لازم. واحنا بنسميه عندنا في دكاتره التغذيه بنسميه ده صاحب الاصناف الدسمه، يعني طول الوقت هو بيدخل سعرات ملهاش اي قيمه غذائيه، ملهاش اي فايده، وبس هو عمال يتخن وهو مش فاهم هو بيتخن ليه. دي من اهم الاخطاء اللي بيقف فيها البيشنت، لان هو دايما بيقول لك انا ما باكلش وانا بتخن ليه؟ ما عشان انت اختياراتك طول الوقت غلط، عمال تدخل نفسك سعرات بدون اي قيمه غذائيه.